عندي مشكله كبيره جدا، انا بيصعب عليا اشوف اسره نادي الزمالك بكل المسؤولين فيها، بكل اللي بيشتغلوا فيها، بيفكروا بشكل غلط وبيتكلموا بشكل غلط، بيحاولوا يتطرفوا بالافكار جوه نادي الزمالك. نادي الزمالك هتكلم بقى بصراحه، انت الامور مش بتتكلم. نادي الزمالك مش محتاج غير ناس هتحافظ على نادي الزمالك. الاربع سنين دول اخر 4 سنين في تاريخ نادي الزمالك. الاربع سنين دول اخر 4 سنين في تاريخ نادي الزمالك. يا يعرف يلاقي طريقه ويستعيد شخصيته وامجاده وحياته، مش في الكوره، في النادي الاجتماعي، في كل الانشطه الرياضيه. لنادي الزمالك هيكون مش هيرجع تاني. الامور صعبه وانا لحد دلوقتي قلقان، والقلق اعتقد بيبقى شيء ايجابي جدا في الحياه، لكن خلينا نتكلم. انا قلقان ان الامور صعبه، الموضوع صعب، وانا مش عاجبني ان نادي الزمالك يتحول اطراف متنازعه على ايه؟ الموضوع مشكله كبيره. مش حابب ان اسمع ان الناس بتتكلم على بعض. انا طرحت النهارده مبادره، ما اعرفش استلمتوها ولا لا، احب اسلمها لحد فيكم اللي عايز يصور منهم، وقايل ان اللي مش عايز يمضي عليها من ميثاق الشرف، اللي مش عايز يمضي عليها يبقى مش عايز يبقى مننا. ميثاق الشرف ده كلنا من حقنا ان احنا نفكر فيه بشكل تاني. ده تشكيل الاهلي او الزمالك الماتش. أفندم؟ مضمون المبادرة، ما أنا عايز من حقنا كلنا يبقى لنا وجهات نظرنا، لكن مش من حقنا كلنا إن احنا نتطاول على بعض، ومش من حقنا كلهم مش من حق حد إن هو يتكلم على حد بشكل سيء. يعني أعتقد إن احنا محتاجين، الأهم إن احنا نستعرض البرامج بتاعتنا، الأهم إن احنا نقول هنقدر نساعد النادي إزاي أو ننقذ النادي إزاي. أعتقد هي ده روح الفكر أو ده روح الكلام اللي أنا بتكلم فيه. وأعتقد حد ضد المبادرة سرقها، خدها من الشنطة. لا هي مكتوبة أعتقد اسمها شنطة المبادرة. شوفها هنا. معلش أنا آسف، ادوني وقت ثانية. لا معايا في العربية كنت عايزة. نادي الزمالك مش محتاج ناس تتنازع على نادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج ناس تعرف تشتغل لصالح نادي الزمالك. نادي الزمالك دي اسر وعائلات وفرق رياضيه. لو ما حصلش حاله ان انت تبقى شايف طريق المستقبل الناس بشكل واضح، انت جاي ليه؟ الامور لو تحولت لنادي الزمالك اللي هو يعني انا شايف كل واحد، مش كل مجموعه، كل واحد داخل يخدم نادي الزمالك يخش يخدم نادي الزمالك، لكن احنا ما ينفعش نصنف نفسنا مجاميع، لان نادي الزمالك محتاج ولاده، اللي متربين هنا يعرفوا ايه نادي الزمالك. تعاملوا مع واحد اتعلم المشي في النادي، مش اتعلم يلعب كوره في النادي. انا عشت حياتي كانت كده، انا مشيت هنا. انا بتمنى ان احنا ما نتحولش لاطراف متنازعه، اتمنى ان احنا نتحول لناس عندها رؤيه تخدم نادي الزمالك. واعتقد ان نادي الزمالك على منطقه خطيره جدا، هي مش بس عنق الزجاجه، هي المنطقه اللي هي يا هتنقل نادي الزمالك زي ما انا قلت المستقبل، يا اما هتضيع نادي الزمالك. اتمنى التوفيق لجميع المرشحين من ولاد النادي، وكلهم محترمين وكلهم ليهم يعني رغبات ان هم يخدموا نادي الزمالك. حضرتك في الانتخابات على منصب نزلت عضو مجلس قايمه تضم انا واضح ان كلامي موصول. لا عشان المشاهدين قاعدين فيه مشاهدين كتير. انا لحد يعني انا بحب قوي ان احنا نوصل في مشاكل كبيره قوي. انا عندي مشكله قوي دلوقتي عندي في الفرقه، وبحاول اوصل لحلول ليها، وان شاء الله هنوصل لكل حاجه بشكل واضح وبشكل صريح، واحنا هنخدم وفي الاخر كلنا متواصلين بكل حاجه. تقريبا بس على بعض المرشحين. انا مش حابب اعقب، مش حابب، انا قلت اللي انا عايز اقوله من غير اسئله. يعني هو اللي جوايا طلعته من غير اسئله.